ايه ده بقى؟ ايه ده بقى علني كده؟ طب الشباب التالف اللي بيمسك السيجاره وبيمسك الفيب وبيقعد على القهاوي، وشباب تالف الله يكون في عون اهاليهم اللي علموهم وربوهم، وفي الاخر تلاقي عيل من دول ياخد مصروفه من امه ولا من ابوه ويقعد على ناصيه يشرب سيجاره، او يقعد في اي مكان يشرب سيجاره مع اصحابه التالفين اللي زيه طبعا. فطبعا دي في المترو. يعني ايه في المترو تشربي فيب وتطلعي من مناخيرك؟ يعني ايه ما انتيش محترمه القوانين بتاعه المترو؟ طول كلنا عارفين ان ممنوع الاكل، ممنوع التدخين، ممنوع ان انت كراجل تقعد في عربيه السيدات، كل ده ممنوع. طيب يا ترى اللي بيراقب بقى في المترو ما شافش الهانم وهي بتدخن والدخان طالع يأذي كل اللي حواليها؟ طيب انتي ما خفتيش على اهلك؟ اديك اتصورتي، مش خسارة في طيبة قلبك، اديك اتصورتي واتعرضتي واتشهرتي وبقت فضيحتك علني كده. ايه منظر اهلك؟ طيب المسؤولين في المترو ما حققوش معاها ليه؟ مش واخدين بالكوا ليه من الشغل؟ برضو كمان في مترو المرج ده عامل زي السويقة، طالعين داخلين ناس تبيع وتعمل. فين المسؤولين يا جماعة؟ فين المسؤولين يا جماعة؟ فين يا جماعة النظام اللي المفروض ان هو يتعمل في مترو؟ دي بنية تحتية، يعني المفروض يكون فيها مفيش تدخين، مفيش سلوكيات سيئة خالص خالص. يعني انا لما اكون راكبه مترو المرج والاقي طالع راجل في عربيه السيدات بياع ويقول لك بقول لك ايه، انا لسه طالع من السجن طازه، اوعي تتكلمي انا هقف ابيع. يا استاذ ده عربيه سيدات، انا هقف ابيع، انا بقول لك هنا في عصافير في راسي، ويطلع مسطول ويطلع متنيل على عينه مبرشم ولا متبهدل. فين برضو المسؤولين يا جماعه؟ فين الناس المسؤولة عن الحاجات دي؟ ليه البياعين دول موجودين في المترو؟ ليه؟ ليه احنا مش في شريط قطر ولا احنا في قطر؟ ليه الناس دي موجودة؟ ليه قاعدة كأني قاعدة في سوق الجمعة او قاعدة في سوق التلات؟ ليه برضو؟ فين المسؤولين في المترو او الامن اللي موجود يشيل الناس دي؟ وبعدين يا ريتهم بيتعاملوا بأدب، ده بيتعاملوا بقمة قلة الأدب. ودي النماذج اللي انتوا شفتوها. شكرا لكم.